المرسوم ديال التقاعد المعاشات المدنيه كتعرفوا بلي المرسوم ديال 96 اللي داروا هو معطي عبد الله يرحمه. اذا الحكومه هذه كاع ما كان كيتصور بلادنا غيكونوا الحكومه في واحد الماده السابعه. اش كتقول هذه الماده السابعه؟ بسيطه، كتقول كتعرفوا بلي الانظمه ديال التقاعد هو نظام مبني على التضامن بين الاجيال. الناس اللي كيشتغلوا والناس اللي كيخرجوا للتقاعد فيه نمط ديال التضامن. وقفنا النظام ديال الرأسمالية 56. هذا النظام الناس كيساهموا وكيكون يعني المدخرات وكيتم الاستثمار ديالها المالي، وطبعا المرجوعات ديالها كتخلص منها التقاعد. كيقول الماده السابعه الى وصلت المدخرات ديال النظام الى ما لا يعني يوفر المصاريف ديال سنتين يلزم على الحكومه. بمعنى الى وصلنا قلنا اليوم ذاك الصندوق ديال الانظمه ديال التقاعد الانظمه المعاشات المدنيه اليوم في الرصيد ديالو 81 مليار ديال الدرهم. الى وصلت ما تكونش المدخرات كتوفر سنتين ديال المصاريف يلزم على الحكومه ان تتخذ اجراء واحدا من اجل ضمان مدخرات للسنوات 10 القادمه. اجراء واحد اللي عندها أن ترفع من نسبة المشاركة والاقتطاعات. وهذا الشيء متى غيوقع؟ غادي يوقع في 2017 باش غنوصلوا بالنسبة للمدخرات ديال الصناديق ديال التقاعد يعني نظام التقاعد يعني المعاشات المدنية باش غنوصلوا ل 2017. هذه الحكومة سياسيا خصها تخرج في 2016. واش مراعاة تخرج ما ترجعش؟ ما يسوقهاش، تخليها حتى اللي يجمع الرق البلاد. لا، بالمنطق ديال اتحاد الوطن ما غيمكنش كل يوم تأخر على إصلاح أنظمة التقاعد يكلف 60 مليون درهم استثمارها. لو أن الحكومة السابقة من 2004 شتي كل إصلاح أنظمة التقاعد دارت بين 2009 و2010 كنا اليوم في أسوأ الحالات غادي نمشيو 62 سنة. كل نهار كتأخر على إصلاح النظام بحال شي واحد كيشعر شي مرض تيقول شي باس ما كاين، ما حدو زيد ما حولتو كاينين تيقول شي باس ما كاين، تيوصل واحد الوقت تقول لا غير خلي بلاتي. مني كتدير الطبيب كيقول لك خصو البا وتيقول لك شحال بدا فيها المرض، كتقول له يلاه واحد 3 سنين ونص، يقول لك شو معليك يجيبوا نهار اللي يحس بالمرض بشهر بشهرين 5 أشهر. دعوا الان الامور الغيبيه، فإن كثيرا من الناس يقومون مصحين ويسقطون للموت. وشحال من واحد جاء يزور صحيحا جاء يزور مريضا ومشى ذاك المريض ومشى في الناس الاخر يزور. هذه الامور الله تعالى، انما بالمنطق التدبيري كل وقت تأخر في الاصلاح يكلف غاليا. هذه الحكومه ما يمكنلهاش تعمل بهذا المنطق كما ذكرت في السابق، فكانت مضطره. هذا 2014 هذه الحكومه لأول مرة غادي توصل لنظام المعاشات المدنية الصندوق المغربي للتقاعد غادي ياخذ في 2014 من المدخرات 750 مليون درهم، لأنه في هذه السنة وصلنا إلى المستوى اللي ما بقاش أن المداخيل تغطي يعني النفقات. السنة المقبلة إذا ما دارش الإصلاح غادي يكونوا مضطرين ياخذوا منه 2.7 مليار درهم. إلا ما دارش الإصلاح من هنا 2021 غادي يكون خاصة 105 مليار ديال الدرهم. منين غيجي الشكون؟ منين؟ غير ممكن. راه بحال شي حد اللي كيدير واحد التجارة وكيبدا يقول لك غنقص من الهامش ديال الربح باش ندخل الفلوس، ولكن ما حدو غادي كيزيد، ما حد الهامش ديال المديونة كيتزاد عليه وغيوصل واحد الوقت اللي ما غيقدرش يعدي المديونيات ديالو بالمطلق. فإذا ما يمكنش تشوف واحد السفينة كتغرق وتقول من الناحية السياسية تفوت أنا المدة الانتداب ديالي ولا يضر. هذا غير معقول. هذا فيما يرتبط بالمعاشات اللي هي المدنية. وطبعا أعود إلى موضوع الإضراب اللي عشنا كله مرة أخرى أؤكد على أنه لا يملك إلا أن